أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه. أخوكم في الله زهير بوكيلي، متزوج أبو لبنت. يوم الثلاثاء 12 جمادى الأولى شاهدت أننا كنا في المسجد كنصلي صلاة الجنازة على الأخت كريمة رحمها الله، وشاهدت أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه لا خديجة. وشاهدت أن الأخت كريمة رحمها الله أنها حية في المسجد، يعني وتتجول داخل المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ واحد المنشور وأعطاه لخديجة وقال لها أعطيه للأخت كريمة، فأعطته لها ففتحته فإذا مكتوب عليه منشور الكمال. ثم في نفس اليوم لما كان سيدي منير كيقرأ علينا القصيدة التي كتبها، يعني في اليوم من بعد لما سيدي منير كان يقرأ علينا القصيدة التي كتبها يعني على الأخت كريمة رحمها الله، شاهدت سيدنا جبريل عليه السلام نزل من السماء، ثم معه الملائكة، يعني واحد الكم كبير من الملائكة نزل مع سيدنا جبريل. وشاهدت أن كذلك الصحابة نزلوا، ثم بعد ذلك نزلت الأخت كريمة رحمها الله لابسة لباس ديال العروس. فالكريمة رحمها الله يعني جابت الصحابة، وشاهدت أنه كانت كتكلم مع سيدنا أبو بكر الصديق وكتوريهم سيدي منير وكتباهي بسيدي منير للصحابة وكتقول لهم هذا هو الزوج ديالي اللي كنت كنتكلم لكم عليه في الجنة. ثم جاءت لعند سيدي منير وجلست بين يديه وقالت له: إذا أردت أن تكافئني فافني عمرك في دعوة الله فإنه يأتيني خراجك. شاهدت سيدي منير كان واضع اليد ديالو على القلب ديالو، كان يبكي بكاء لينا، ثم بعد ذلك بدا كيضحك وقال لي: أتدري بما أخبرني ربي؟ قال لي: أما يرضيك أن تكون كريمة ضيفة عندي وتجالسني صباح مساء. الحمد لله.